فيما اعتبر رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام أن لبنان خسر بوفاة العاهل السعودي عبد الله بن عبد العزيز، خسر نصيرا وسندا. فيما أعلنت دار الفتوى إقفال جميع مؤسساتها ل3 أيام حدادا. وقال في بيان نشرته وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية على موقعها: بكثير من الحزن والأسى ننعي إلى العرب، ننعي إلى اللبنانيين حكيم العرب وصديق لبنان الكبير المغفور له خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك عبد الله بن عبد العزيز. وأضاف: إنه برحيل الملك عبد الله بن عبد العزيز فقد لبنان نصيرا وسندا، وقف إلى جانبه في الملمات ولم يتردد يوما في مدي يد العون له والمبادرة إلى كل ما يعزز الوفاق الداخلي ويحقق الوحدة الوطنية اللبنانية ويدعم السلم والاستقرار.